السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب واهلا بيكم في سيشن زيرو من كورس الفول اب بتاعنا او بارت 3 من الكورس الخاص بيوستم اكاديمي. اعذروني على صوتي يا شباب، بس عندي دور برد شديد، فاتمنى دعواتكم معانا. السيشن دي هتبقى سيشن ظريفة بسيطة خفيفة، بنعتبرها سيشن انترودكشن او اورينتيشن، اللي هتخلينا بعد كده ان شاء الله نبدأ وتفهموا النظام كله بتاع الكورس الجديد او بتاع بارت 3. لان البارت ده يعتبر يعني هو احنا شوية جديد، وحاولنا ان احنا نضيف فيه كذا فيتشر جديده، ونعمل فيه كذا حاجه تفيدكم اكتر واكتر، زي ما انتم متعودين علينا دايما بنجدد في الشغل بتاعنا عشان نقدم لكم احسن كواليتي ممكن. حلو. طب احنا النهارده هنتكلم ايه في السيشن دي؟ ان شاء الله هنتكلم عن الفول اب بلان. هنتكلم احنا هنعمل ايه في الفول اب دوت، هنعمل ايه في الكورس دوت، هنعمل ايه كسيشنز، تقسيمها، عددها، طريقتها، كام اسبوع، الكورس هيبقى مدته قد ايه، وهكذا. هنتكلم على الاكزام ريكويرمنتس. يعني ايه اكزام ريكويرمنتس؟ يعني خليك تفكر بدماغ الشخص اللي بيحط الامتحان. هجيب لك السورسز اللي الاكزامينر او الشخص اللي بيحط الامتحان جاب منها في اخر 3 4 5 سنين، عشان تبقى عارف ان انت الفتره الجايه المفروض السورسز دي تبدا تغطيها. طبعا هقول لك احنا ازاي اوريدي مغطيين السورسز دي عندنا في الكورس، بس برضه عشان تبقى عارف ايه اهم السورسز اللي انت ما ينفعش تخش الامتحان من غير ما تكون عديت عليها. ان السورسز دي كلها سورسز امتحانات، وكلها سورسز جه منها قطع قبل كده في الامتحان، اذا كان قطع بالنص او قطع شبهها او بس من الاخر ده مصدر او مصادر مهمه جدا للامتحان. مفيش امتحان بيعدي الا وبيجيب من المصادر دي. حلو. واخر حاجه نتكلم على النيو سيستم اوف ذا كورس، برضو تبع الفولو اب بلان يعتبر. فده كده اللي احنا هنتكلم عليه في محاضره النهارده. هنبدا باول سلايد دي. ازاي يا دكتور انا اقدر احضر لليو ار تي؟ طبعا لو انت حد معانا من اول بارت او معانا قبل كده او شفت سيشنز لينا قبل كده فانت تبقى عارف الجمله دي. لو انت حد جديد برضو افكرك بيها او اعرفها لك: براكتس اند فيدباك. يا شباب اليو ار تي مش سيشن او مش عباره عن كلام او معلومات بديها لك وخلاص هتحفظها هتبقى كويس فيها. لا، اليو ار تي عباره عن سكيل، محتاج منك انك تعرف بيزكس، تعرف معلومات، وفي نفس الوقت تطبقها. ما ينفعش تقعد تسمع معلومات بس بطريقه باسف، مش هتستفاد اي حاجه. عارف بالظبط زي ما اقعد اقول لك اشرح لك ازاي تعرف تعوم، فانا بقعد اشرح لك لمده 3 4 5 ساعات ازاي تعرف تعوم، ده معناه ان انت ما بقتش بتعرف تعوم. لازم تبتدي تنزل بنفسك وتجرب مره واثنين وثلاثه وتطبق الكلام اللي انا قلته لك عشان تبتدي تبقى فعلا بتعرف تعوم، او تبقى فعلا بتعرف تحل يو ار تي. نفس المثال، يعني نفس الفكره. فدي فكره اليو ار تي. اليو ار تي مش معلومات بقعد احفظها لك واسمعها لك واعيدها لك واعمل لك عليها مراجعات كتير وهكذا تلاقي نفسك كويس كويس في اليو ار تي. لا بالعكس، اليو ار تي محتاج انك تاخد معلومات، تفهم يعني ايه سكيلز، تفهم يعني ايه استراتيجيز، تعرف يعني ايه انواع القطع، تعرف يعني ايه طرق تقدر تخلص بيها القطع في وقت اسرع، وفي نفس الوقت تحل وتطبق بنفسك. حلو. بس بالنسبه لنقطه التطبيق بنيجي فيها نقطه بسيطه او حاجه مهمه جدا، هي فكره الفيدباك. يعني الفيدباك يعني فكره ان حد يصحح لك. يعني انت دلوقتي وانت بتحل او انت شغال او انت بتذاكر اليو ار تي دلوقتي، محتاج ان انت يبقى معاك حد بيقول لك لا دي غلط، دي صح، لا حسن دي، لا اشتغل على دي، لا كذا لا كذا. يكون حد عنده خبره قبلك او هكذا. على فكره الشخص ده مش لازم يبقى كورس، مش لازم يبقى احنا، ممكن يكون مثلا واحد صاحبك في الدفعه اللي اكبر منك او حاجه تعرفه حل يو ار تي قبل كده، ممكن يكون صاحبك معاك في الاوضه حل يو ار تي قبل كده وعنده فيه خبره او خد اي سي تي او ممكن يبقى مدرس في المدرسه او ايا كان. بس طبعا اسهل حاجه واكتر حاجه يعني ستريت فورورد او اكتر حاجه مباشره هو الكورسز. يعني لان الكورس ده احنا زي مثلا احنا اللي بدانا فكره الفيدباك ده عامه في ستيم، اللي هي حاليا تعتبر من الحاجات الاساسيه في معظم المدرسين يعني بيحبوا يعملوها. بس فكره ان انت دايما معاك، اذا كنت انا ودكتور عبد المقصود او اي حد في التيم معانا في يوستم، بيبقى دايما معاك اي سؤال انت مش عارفه موجودين، بنعمل جروبس حل، الشباب كلها بننزل لهم تاسكات، بننزل لهم الاجابات بتاعتها وازاي يحلوها بسرعه وهكذا. فالشباب دايما شغاله والشباب دايما بتحل. فدي فكره الفيدباك. فلازم تبقى عارف ان عشان تحسن نفسك في اليو ار تي محتاج منك تاخد نولج كويسه، تعمل براكتس، ويكون في فيدباك كويس معاك او حد بيصحح لك اللي انت بتعمله ويوضح لك. حلو. لما نتكلم على الفولو اب بلان او هنعمل ايه في الفولو اب. بصوا يا شباب، احنا نظام الفولو اب ده هو اول مره يطبق وعملناه نظام جديد اول مره نطبقه السنه دي. حلو. هنعمله بنظام المديولز. يعني ايه مديولز؟ لو انت ما تعرفش فاحنا بندي كورس اليو ار تي في 5 مواد: فيزيكس، كيمستري، بايو، جيو، وانجلش. حلو. كان دايما في مشكله بتواجهنا ان احنا بنبداهم بالترتيب، يعني ندي سيشن كيمستري، بعد كده ندي سيشن انجلش، بعد كده ندي سيشن مثلا بايو او جيو، بعد كده نرجع ندي سيشن كيمستري. فكنا بنلاقي ان المسافه اللي ما بين السيشنز وبعض بعيده. يعني انت المسافه ما بين سيشن 1 كيمستري وسيشن 2 كيمستري المسافه بينهم بعيده جدا، فبالتالي انت بتنسى معظم المعلومات اللي بتتقال. رغم ان هم ممكن الكلام يبقى اصلا الساينس كله على بعضه يا شباب مرتبط ببعضه، يعني انواع القطع واحده في كل الامتحانات، بس ستيل برضه ان انت بتقعد تحل بايو فانت بتفكر بطريقه المعلومات بتاعت البيولوجي وهكذا، وتقعد تحل كيمستري. تمام. فالنظام اللي احنا قررنا نعمله جديد هو نظام المديولز. يعني ايه نظام المديولز؟ يعني احنا قسمنا المواد عندنا لثلاثه مديول: ساينس 1 اللي هو عباره عن فيزيكس وكيمستري وانجلش مديول وساينس 2 مديول. حلو. وبقينا ناخد المديولات دي بشكل متتابع. يعني ايه؟ يعني اول حاجه هنبداها في كورس الفولو اب هو ساينس 1 مديول، ده هنخلص فيه
سيشنز الفيزيكس والكيمستري اللي هم هيبقوا عباره ان شاء الله عن 8 سيشنز، 8 سيشنات، 4 شرح و4 حل للواجب و4 حل للاساينمنت. حلو، انت بينزل لك اساينمنت بعد كل سيشن وبينزل لك السيشن حل للاساينمنت. فانت هيبقى بالنسبه لك اول مديول عندك هو مديول ساينس 1، هنخلص فيه كل سيشنز الفيزيكس والكيمستري وهيبقى عباره عن 8 سيشنز. بعد كده هناخد الانجليش مديول. الانجليش مديول عباره عن 3 سيشنز بس، لان احنا كنا خلصنا جزء كبير من الانجليش في البيزكس 1 و2، بس هنقول الحاجات الجديده والسورسز الجديده في الانجليش، وهنتكلم على السكيلز الجديده ونرجع السكيلز القديمه اللي قلناها قبل كده. ثم نخش في المديول الثالث هو ساينس 2 اللي هو عباره عن البايولوجي. طبعا لو انت علم رياضه فانت هيبقى اخر مديول عندك هو مديول انجلش، تمام، بس ده مش معناه انك هتوقف الكورس، هفهمك ده دلوقتي ازاي. بس هيبقى يعني في السيشنز اللي بتنزل لك بشكل اسبوع هتقف عند سيشن عند مديول الانجلش. لو انت علم علوم هتكمل معانا ساينس 2 هينزل لك بايولوجي، هيبقوا في 5 سيشنات، وهعرفكم ساعتها الترتيب بتاعهم بالظبط، كام سيشن بايو وكام سيشن جي. حلو. طب يا دكتور انت تسالني سؤال مهم دلوقتي، تقول لي انت كنت قايل لي ان احنا عايزين نبقى دايما بنتابع على كل المواد، يعني انت دلوقتي بتقول لي هنخلص ساينس 1 وهنخش في الانجليش، هل ده معناه ان احنا وقفنا ساينس 1؟ لا، احنا ما وقفناش ساينس 1. النظام الجديد بقى اللي احنا عملناه هو نظام متداخل. يعني ايه؟ يعني حضرتك لما تخلص ساينس 1 هتلاقي دايما بينزل لك مع كل سيشن انجلش كويزات لساينس 1، ولما تخلص الانجليش هتلاقي مع كل سيشن ساينس 2 بينزل لك كويزات لساينس 1 وكويزات للانجليش، بحيث ان انت تبقى دايما بتخلص جزء ولما تخش جزء جديد انت بتراجع على القديم. فانت دايما هتبقى بتحل، يعني انت ساينس 1 هتبقى بتحله على مدار الكورس، انجلش بتحل على مدار الكورس، ساينس 2 بتحل على مدار الكورس. فبالتالي انت مش هيبقى في مسافه كبيره ما بين المواد وبعضها وما بين السيشنز وبعضها، لا انت دايما بينزل لك سيشنز حل، دايما بينزل لك اساينمنتات. بس هي الفكره ان احنا هنشرح الاجزاء على بعضها عشان تبقى مترابطه، يعني اشرح لك ساينس 1 كله على بعضه كشرح مترابط مع بعض، وبعد كده لما تخش في الانجليش هنديك كويزات بتطبق لك على ساينس 1، ثم هنشرح الانجليش كله على بعضه عشان تبقى واخد المعلومات كلها على بعض، ثم هنشرح ساينس 2 على بعض. بس احنا في ساينس 1 بنديك كويزات على الانجليش وعلى ساينس 1 عشان ما تنساش الاثنين. لما تخلص ساينس 2 هتبقى طبعا بتاخد كويزات برضو على ايه، على الثلاث مواد مع بعض او على الثلاث موديولات مع بعض. فانت بالنظام ده انت باذن الله هتبقى قادر ان انت تبقى بتحل كميات كبيره جدا وبشكل متتابع من غير ما تفصل ما بين السيشنز وبعضها وتفصل ما بين المواد وبعضها وما بين الموديولات وبعضها. حلو. طب هو احنا يا دكتور السيشنز دي هتاخد مننا مده قد ايه؟ هتاخد من 8 اسابيع ل 9 اسابيع، تمام، لان احنا هيبقى عندنا سيشنين في الاسبوع وساعات هيبقى عندنا سيشن واحده في الاسبوع، هنظبطها معاكم على الجروب. بس هو التايم بلان هيبقى من 8 ل 9 اسابيع، وبعدها هنخش في الفاينل ريفيجن على طول، لان الفاينل ريفيجن ان شاء الله تبقى بادئه في 10 4 تقريبا او 12 4 وهتكمل معانا لحد شهر 6. فانا ان شاء الله من اول اشتراكك في الكورس دوت اللي هو انت هو اشتركت حوالي 10 2 لحد باذن الله نهايه الترم او نهايه الامتحانات احنا موجودين معاك يو ار تي بشكل متواصل، مش هنسيبك. وعلى فكره الكورسين زي ما انت عارف انت بتدفعهم مرتين بس، يعني انا شغالين معاك 2 و3 و4 و5 و6 وكمان 7 في وقت الامتحانات، في اي امتحان عندك بيبقى معاك على الجروبس وبننزل لك سيشنز وبننزل لك مراجعات سريعه. حلو. كل ده بتدفعه مرتين بس، كان بارت 3 او بارت 4. حلو. طب يا دكتور برضو انا مش فاهم ايه الجديد يعني انت قلت مثلا نظام موديولات حلو وقلت 8 9 اسابيع، النظام الجديد برضو اللي موجود في الفولو اب هو الترايلز لايك ذا فاينل اكزام. يعني يا دكتور يعني انا مش هسيبك لحد شهر 4 او 5 تبدا تتدرب لي على الامتحان، لا انا عايزك من دلوقتي تبدا تتدرب على شكل الامتحان، لان زي ما قلت لك قبل كده اليو ار تي هو تايم بريشر تيست. تايم بريشر تيست يعني لو اديتك امتحان يو ار تي ده مدته 3 ساعات مثلا قلت لك حل فيه هتجيب فيه درجه احسن لما اقول لك ساعه ونص، لما اقول لك ان هو ساعه. فبالتالي الامتحان التايم فيه مهم جدا، فانا ما ينفعش اسيبك لحد اخر السنه وانت لسه ما بتتدربش على شكل الامتحان او نظام الامتحان. فهتلاقي الكتاب بتاعنا كله متقسم زي الامتحان بالظبط، يعني زي الامتحان بالظبط، يعني عباره عن من 4 ل 5 قطع وكل ترايل عباره عن 25 سؤال. يبقى انت هتلاقي مثلا عندك ترايل 1 كيمستري، ترايل 1 كيمستري دي عباره عن ايه؟ عباره عن من 3 ل 4 او من 4 ل 5 قطع و25 سؤال، بعد كده ترايل 2 فيزيكس وهكذا وهكذا وهكذا. فكل ترايل هي بالنسبه لك عباره عن امتحان بنفس نظام الفاينل اكزام، فانت بتتدرب من النهارده من شهر 2 على امتحانك اللي في شهر 7. فتخيل لو انت كل يوم بتتدرب على هكذا او على الترايلز دي هيبقى مستواك عامل ازاي. حلو. يبقى احنا كده هراجع لك بسرعه الفولو اب بلان. احنا النظام عندنا السنه دي او البارت 3 عباره عن 3 موديولز، ساينس 1 انجلش ساينس 2. بعد كل ما تخلص كل موديول بتكمل مع الموديول الجديد عباره عن كويزات على الموديول القديم، فانت بتبقى ماشي بارلل، موديول بتخلصه تاخد كويزات على مدار الكورس كله، خلصت الموديول الثاني تاخد كويزات على الموديولين الاول والثاني، خلصت بارت 3 او خلصت الموديول الثالث بتاخد كويزات على الموديول 1 و2 و3 مع بعض، بحيث ان احنا نبقى متفقين ان نحل بشكل دوري ما بننساش المعلومات اللي بنقولها في كل موديول. حلو. وبعد كده يبقى المده من 8 ل 9 اسابيع، ونظام الحل او نظام القطع كلها بنظام الترايلز لايك الفاينل اكزامز بالظبط، عباره عن من 4 ل 5 قطع وكل ترايل عباره عن 25 سؤال بالتمام والكمال. حلو. حلو جدا. تعالى نتكلم على الاكزام ريكوايرمنتس. يعني يا دكتور الاكزام ريكوايرمنتس يعني هو الاكزام بتاعك او الاكزامينر اللي بيحط الامتحان بيجيب منين القطع بتاعته او بيفكر منين يجيب القطع. بص
احنا عندنا سورس اوف ذا اكزام هم سورسات معروفه: ام كات، اي سي تي، فيزكس كلاس روم، ريليزد ايتمز، براير اكزامز، والضاف عليهم السنه دي الريفرنسز مسجز او الريفرنس مسجز. حلو. طب ايه هم دول السورسز دول؟ هنتكلم على كل سورس فيهم لوحده. حلو. اول حاجه نتكلم على الام كات. اول حاجه الام كات موجود عندنا في الفيزكس والكيمستري والبيولوجي، بس مش موجود عندنا في الجيو والانجلش. حلو. فانت مش هتلاقي ام كات انجلش ومش هتلاقي ام كات جيو، نادرا ما بتلاقي قطع ام كات جيو. فانت الام كات عندك موجود في الفيزكس والكيمستري والبيولوجي. طب هو مهم عندنا في إيه يا دكتور؟ هو عندنا مهم فقط في البيولوجي فقط، هو مش مهم عندنا لا في الفيزيكس ولا في الكيمستري. ليه؟ لان اول حاجه في الفيزيكس والكيمستري شكل القطع بتاعه الامكات اصلا ما بتجيش في الامتحان بتاعنا. حلو. والاسئله بتاعه الامكات ما بتجيش في امتحان الاكزام بتاعنا. حتى لو جيت قلت لي يا دكتور طب ما الريفرنس مسج، اقول لك الريفرنس مسج مختلفه عن الامكات. الريفرنس مسج حاجه والامكات حاجه ثانيه. فانت الاهم عندك الامكات بيولوجي. طب يا دكتور ليه الامكات بيولوجي؟ او الجمله دي قصدك بيها ايه؟ احنا بنقول هنا ذا سيستم اوف امكات نوت انفولفد ان ستيم اكزامز بات. يعني ايه؟ يعني انت بتقول يا دكتور ان نظام الامكات مش موجود في الامتحان بتاعنا، بس يبقى بس ان الامكات باسجز موجوده لكن مش الكويتشنز. يعني يا دكتور، يعني هو الفكره بكل بساطه ان انت ممكن تلاقي قطع امكات موجوده في الامتحان، بس مش هتلاقي اسئله امكات. ليه يا دكتور؟ لان اسئله الامكات هي اسئله تي او سي صرف، اسئله الامكات هي اسئله تي او سي. فانا بالتالي لو انا اكزامينر انا ليه عامل لك امتحانين مختلفين؟ يعني لو انا عايز اجيب لك اسئله تي او سي في اليو ار تي، طب انا ليه اعمل لك اصلا امتحان يو ار تي؟ ما انا اخلي لك الامتحانين هم امتحان واحد وزي ثانويه عامه كده، وبتخش تحل كله مرتبط بمنهج واحد، الا لو انا شخص عايز يعني اضيع وقت ومجهود على الفاضي. فهي دي الفكره، ان امتحان اليو ار تي بتاعنا هو امتحان باسج او باسج بيزد، يعني معتمد على الباسج مش معتمد على النولج. فبالتالي الكويشنز بتاعت الامكان معظمها معتمد على التي يو سي. حلو. مش معتمد على الباسج، فبالتالي مش بتيجي اسئله زي كده. طب احنا ازاي نحل المشكله دي؟ هنحل المشكله دي ان احنا هنحل معاك في الكورس بتاعنا اهم سورس للامكات اللي هو الفايل بتاع ال 100 كويشن بيزد امكات. وده فايل جاي منه قطعه قبل كده في الامتحان، فاحنا ضفناه السنه دي في الفولو اب، ما كانش موجود قبل كده. ضفناه السنه دي في الفولو اب. هنحل معاك مش عشان هو هيجي لك نفس الاسئله دي في الامتحان، بس عشان لو فكر يجيب لك قطعه شكل، هنوريك شكل قطعه الامكات معموله ازاي وتتعامل معاها ازاي لو جات لك وهكذا. حلو. طب هي ايه اصلا افكار الاسئله اللي ممكن يجيبها لك او يعني يشتقها لك من الامكات؟ انت عندك كذا نوع اسئله. اول حاجه هو الامكات باسج مهم عندنا عشان هو يعني هو عامه بيدور على التوبيك باسج. ليه؟ كان في فايل اسمه يو ار تي سبيسيفيكيشن كان نازل في 2017. الفايل دوت بيقول لك ايه التوبكس اللي هو بيحب يجيب عنها في الامتحان. هتلاقي معظم التوبكس دي انت خدتها اوريدي في المنهج، التوبكس بتاعت الجنرال كيمستري وبتاعت الجنرال بيولوجي وبتاعت الجنرال فيزيكس وهكذا. حلو. فهو بيحاول يدور على سورسز يكون فيها نفس نظام التوبكس ده. فالام كات هو من اكتر السورسز اللي فيها نظام التوبكس، ان الام كات اصلا هو امتحان. لو اتكلمنا عن ام كات بيولوجي تحديدا، هو امتحان بياخدوه عشان الناس اللي عايزه تخش طب في امريكا. يعني انت في امريكا بتاخد 4 سنين ساينس، وبعد كده 4 سنين كليه علوم. يعني كان عايز تخش 4 سنين ميديكال سكول او طب، بتحتاج تاخد امتحان الام كات ده. حلو. فهو اوريدي متقسم بنظام التوبكس ده، فهو سهل عليه ان هو يفتح اي كتاب ام كات او اي سورس للام كات باسجز، هيلاقي فيها توبك مثلا عايز يجيب ماسكولار سيستم، عايز يجيب سكيلتال سيستم، عايز يجيب عن السيل، عايز يجيب عن البلانت، عايز يجيب عن اي سورس، هيلاقي موجود جوه الامكان ده هيئه التوبيك دي وبسهوله يقدر يجيب منها. حلو. ممكن بقى يجيب لك كويشنز على الباسج نفسها، ممكن يجيب لك كويشن بنسميها الجنرال نولج. والجنرال نولج احنا اتدربنا عليها قبل كده هنعيد يعني شرحها تاني في الكورس على مدار السيشنز. هي عباره عن سيشن بس بتختبر النولج البسيطه بتاعتك جدا، اللي انت لو بس يعني حد عديت كده على كلمه ساينس هتبقى عارفها، ما تقلقش الموضوع بيبقى بسيط. او كويشنز محتاجه السكيلز، ودي برضه هنتكلم عليها بالتفصيل تاني وهنراجعها تاني، اتكلمنا عنها في البيزكس 1 و 2 وهنرجع نراجعها تاني في البارت ده ان شاء الله. حلو. فزي ما قلت لك ليه الام كات؟ عشان الام كات هو عباره عن سورس فيه توبكس، وهو ده التوجه بتاعه بقاله كام سنه، ان هو عايز يتجه للتوبيك او يتجه للريفرنس معين يجيب منه. لما نتكلم برضه على اخر سورس اللي هو الريفرنس باسجز، وليه دي اتضافت السنه اللي فاتت، هي نفس الفكره، ان هو دايما بيدور على مكان يجيب منه توبيك هو عايزه. مثلا دلوقتي عايز توبيك عن السيل، عايز توبيك عن ال اي حاجه في الالكتروكيمستري مثلا، الاورجانيك، عايز حاجه عن الفيزيكس مثلا، عن الموشن، عن قوانين نيوتن او هكذا. فانا بدل ما اقعد ادور في الاي سي تي اللي هو قطع كتير جدا متفرقه وعلى مواضيع مختلفه، لا انا ممكن اخش في ريفرنس او افتح ام كات او افتح اي حاجه متقسمه توبكس واجيب القطعه اللي انا عايزها منه واحط عليها الاسئله. حلو. ثاني سورس عندنا هو فيزيكس كلاس روم. وفيزيكس كلاس روم هو عباره عن ويب سايت كان اي سي تي برضه، بس الفكره ان فيزيكس كلاس روم في نفس الميزه اللي هو متقسم توبكس. يعني هتلاقي في الفيزيكس كلاس روم هتلاقي في قطعه عن الساوند ويفز، في قطعه عن اللايت، في قطعه عن الالكتريستي، في قطعه عن الماجنتيزم. فهتلاقي متقسم قطعه، هو اي سي تي باسجز بس متقسمه لتوبكس. حلو. فبالتالي برضو سهل ان يجيب منه احسن ما يفتح اي سي تي، احسن ما يفتح اي سي تي كراك. كل الحاجات دي عباره عن سورسز كبيره قوي ومتقسمه توبكس، فيقعد يدور على
هو من الاخر الاكزامينر دماغه ان انا عايز اجيب توبيك معين، انا عندي سبيسيفيكيشنز، عندي مجموعه من التوبكس موجوده في المناهج بتاعتكم في ثالثه ثانوي او في اولى وثانيه وثالثه في منهج ستيم عموما، فانا عايز اجيب شويه قطع ريليتد للتوبكس دي. فانا لو بدور على اي سي تي كشكل هلامي هدور واخد وقت كتير قوي، لكن لو في ويب سايتس او في قطع او في امتحانات او في مواقع او في كتب معينه متقسمه في هيئه توبكس، فسهل قوي ان انا اجيب. نفس الكلام الريليزد ايتمز، ما هي الريليزد ايتمز عباره عن ترايلز كانت بعدها ستيم يونت، يعني كانت امتحانات معموله بنظام اربع قطع او اربع خمس قطع او 25 سؤال، وكان اخر ريليزد ايتم نزل كان 2019 2020. من اول 2021 2022 ما نزلش ترايلز جديده او ما نزلش ريليزد ايتمز جديده، فدي الريليزد ايتمز. بس خلي بالك ان الريليزد ايتمز هي نفس الليفل بتاع الاكزام. يعني يا دكتور، يعني اولا جه منها قطع قبل كده بتنص في الامتحانات، ثانيا هي نفس الليفل بتاع الاكزام، ودي برضه موجوده معانا في كتاب الفولو اب بتاعنا ان شاء الله، يبقى موجودين فيها كل الريليزد ايتمز. اخر حاجه الاي سي تي، لو انت فاكر احنا جبنا في كتاب البيزكس بتاعنا جبنا كل الاي سي تي كراك، جبنا كل قطع اي سي تي لحد 2019 تقريبا. هتزود عندك شويه قطع اي سي تي جديده موجوده من اخر امتحانات اي سي تي اللي هم جم 22 23 24 باذن الله مزودينها في الكتاب بتاعنا، زائد التايم مانجمنت استراتيجيز برضه هنتكلم عليها ازاي تقدر تعمل تايم مانجمنت. حلو، قبل ما نتكلم على التايم مانجمنت هنرجع بس نراجع السورسز كلها اللي اتكلمنا عليها في الاول. قلنا انت عندك الام كات، وقلنا ليه الام كات مهم، اتكلمنا عن الاي سي تي، وقلنا ان احنا ضفنا في الكتاب بتاعنا اللاست اكزامز او اخر اكزامز نزل من الاي سي تي، واتكلمنا على الفيزيكس كلاس روم، واتكلمنا على الريليزد ايتمز، وهنتكلم على اخر اثنين هم البراير اكزامز والريفرنس بس. حلو، البراير اكزامز دي ليها كورس خاص بيها اسمه الفاينل ريفيجن. حلو، طب واحد يقول لي يا دكتور هو انت ليه عامل كورس كامل للامتحانات القديمه؟ اولا لان هي عددها كبير جدا، حلو، ثانيا لان في امتحانات منها مالهاش موديل انسر، ثالثا لان انا براجع على كل الكورسز بتاعتنا تاني في الفاينل ريفيجن بس بشكل سريع، رابعا ان دي اخر تيست ليك قبل دخول الامتحان. ده ليفل الامتحان بتاعك، ده امتحان قديم، ده جه قبل كده في السنين اللي قبل كده، معانا الحمد لله لحد امتحان 24 معانا منها قطع، فما تقلقش، معانا امتحانات من اول 2016 لحد 2024، فمعاك عدد سنين كبير جدا، معانا امتحانات كتيره جدا مع ريليزد ايتمز، مع هنقعد شهرين ونص نتدرب على امتحانات بليفل الامتحان بتاعك، لان امتحانات قديمه، هنتدرب على سكيلز، هنتدرب على استراتيجي، هنأكد ان انت داخل الامتحان انت بتحل في نفس المستوى ده، فايا كان النظام اللي هيقول لك في الامتحان ان شاء الله تعرف تحل فيه. حلو، مش هتكلم كتير على الاكزامز لان هي اوريدي لها كورس خاص بيه لوحده، نتكلم عليه في شهر 4 لما نفرد له سيشن اورينتيشن زي كده نتكلم عليه. طب ايه هو بقى الجزء الجديد اللي اتضاف السنه اللي فاتت؟ هو الريفرنس. لو انت خدت بالك انا في كل السورسز اللي بتكلم عليها او الافكار اللي الاكزامنر بيفكر فيها او السورسز اللي الاكزامنر بيحاول يجيب منها، هي كلها معتمده على كلمه واحده، كلمه توبيك. يعني هو عايز يدور على سورس بتقسم توبكس، فيزيكس كلاس روم بتقسم توبكس، ام كات بتقسم توبكس، الاي سي تي نفسها بيبقى يعني في بعض الحاجات بتقسمها توبكس بس مش كتير، الريليز ايتمز هي اوريدي نازله توبكس، البراير اكزامز توبكس. حلو، بالتالي هو هنا بكل بساطه قعد يفكر مع نفسه، قال لك طب انا ليه دلوقتي اتعب نفسي وعمال ادور في كل السورسز دي؟ طب ما انا عندي ريفرنسز كامله متقسمه توبكس. يعني انت عندك كامبل مثلا، كامبل متقسم عندك سيل بلانت، كان بيخش عندك في الحاجات في البايو كيمستري، كربوهيدرات مش عارف ايه، بعد كده يخش عندك في السيستمز، نيرفس سيستم وسيركيلاتوري سيستم وكل السيستمز اللي احنا عارفينها دي بتاعت البايو. نفس الكلام في الكيمستري، عندك انتروداكشن، طب بيكلمك ثيرمو كيمستري، الكترو كيمستري، اورجانيك كيمستري، ويكلمك في كل الكوريبريم وكل المواضيع بتاعت نفس الكلام في الفيزيكس، نفس الكلام في الجيو. فانا اوريدي عندي سورسز جاهزه، ليه بقى اتعب نفسي واروح ادور؟ طب انا افتح الريفرنس، افتح توبيك اجيب منه ثلاث اربع باراجرافات مع الفيجرز بتاعتهم واضيف اسئله من عندي، عملت القطعه اللي انا عايزها. يعني انا مثلا عايز قطعه عن الالكتروكيمستري، اروح جاي فاتح ده مثلا او فاتح سنترال ساينس واجيب الشابتر بتاع الالكتروكيمستري، اجيب كونسبت معين فيه اخد منه قطعه واحطها. طب يا دكتور الاسئله اللي بتيجي على النظام ده هل اسئله تي وسي؟ برضه لا. السنه اللي فاتت هو الحوار ده عمله تحديدا في الفيزيكس والكيمستري، ما جابلكش حتى اسئله تي او سي، او كانت بتيجي اسئله جنرال نولج عاديه جدا، برضه الاسئله بتاعت الامتحان كانت بتتحل برضه من القطع، بس الفرق الوحيد ان القطع كانت طويله، ان هو كان بيجيب تقريبا كونسبت او انتروداكشن لكونسبت كامله، كان بيجيب ثلاث اربع باراجرافات في القطعه، فالقطعه كانت طويله صفحتين او صفحتين ونص، فالقطعه كانت بتاخد وقت كتير قوي، فدي المشكله. فاحنا عشان كده عملنا لك قطع ريفرنس مسج في الفيزيكس والكيمستري والبايو والجيو بنفس نظام الامتحان. فانا في الكورس ده مش سايب لك سورس واحد الا وحاطط لك منه قطعه تتدرب عليها، الام كات، الاي سي تي، الفيزيكس كلاس روم، الليست ايتمز، الريفرنس مسجز، كله حاطط لك منه قطع في الكتاب بتاعنا. فالكورس ده كورس دسم جدا، وانا بقول لك تقريبا اتكلمتك حوالي رينج 15 سيشن، ده غير سيشنز الحل اللي بتنزل لك مع الكويزات، فانت معاك عدد سيشنز كتير، كويزات كتيره، عشان الم لك كل السورسز المتاحه. يا شباب انا مش هدفي ان انا اقعد اكبس لك قطع وخلاص او اعمل لك كتاب وابيعه، الكتاب كده كده معمول بي دي اف، الكتاب كده كده بينزل مع الكورس بي دي اف، انت بيبقى معاك الكتاب عايز انت تطبعه براحتك، عايز نعمل احنا مع بعض ونطبعه لكم تمام، بس اوريدي الكتاب معاك انت حر تستخدمه، الكتاب بينزل فري مع الكورس.
حلو، فبالتالي انا هدفي من الكتاب هو ان انت تحل على كل السورسز الممكنه وانا موجود معاك. حلو، فدي كده الاكزام ريكويرمنتس. حلو جدا، كده خلصنا الجزء ده كله، اتكلمنا في الكلاس روم. اخر حاجه هنتكلم عليها هي التايم مانجمنت. التايم مانجمنت من اكتر الحاجات اللي بنبتدي نركز عليها في اخر بارتين. احنا لو فاكر في بيزكس 1 وبيزكس 2 ما كناش بنركز قوي على التايم، كان اهمنا ان انت تبلع او يعني تفهم قوي الكونسبتس وتفهم قوي السكيلز. حلو، لكن في البارت 3 وبارت 4 بنركز قوي على التايم مانجمنت، لان انت هدفك البيرفكت سكور وذ بيرفكت تايم. يعني يا دكتور، يعني يا فرحتي بيك انت بتقفل القطعه بس بتقفلها لي في ساعتين ونص، او يا فرحتي بيك انت بتحل في ساعه ونص بس بتغلط 10 غلطات او 7 غلطات. لا، انا هدفي ان انت تحل في ساعه وثلث كمان من الساعه ونص بالنسبه يعني للساينس، وفي نفس الوقت تجيب اعلى سكور ممكن. انت تغلط غلطه او غلطتين في الامتحان كله، ده الهدف بتاعنا. حلو، هدفنا هو البيرفكت سكور وذ بيرفكت. الصوره دي انا جبتها لك من السبيسيفيكيشنز اللي بكلمك عليها، عشان فكره انواع القطع اللي بكلمك عليها دي السبيسيفيكيشنز اللي كانت نازله من ستيم يونت. ستيم يونت اللي كاتباها بايديها وبعتها للشباب، ممكن ابقى اشير لكم البي دي اف ده معاكم. ده شكل انواع القطع اللي ممكن تيجي في الكيمستري: داتا ريبريزنتيشن، ريسيرش سامري، كونفليكتنج كي بوينتس. دول اللي اتكلمنا عليهم على مدار بيزكس 1 وبيزكس 2، وبيتضاف عليهم الريفرنس باسجز. دي القطع او انواع القطع كلها اللي ممكن تيجي، كل ده شرحناه برده بالتفصيل في بيزكس 1 وبيزكس 2. بس بوريك مثال لشكل السبيسيفيكيشن مكتوب هنا اهو: سبيسيفيكيشن فور كيمستري باسجز، وفي سبيسيفيكيشن لكل انواع الامتحانات. تمام، بس نعمل ريكاب سريع. دي سيشن اورينتيشن بسيطه جدا، اتكلمنا فيها على الفولو اب بلان بتاعتنا، اتكلمنا فيها على الاكزام ريكويرمنتس وايه السورسز وليه احنا او احنا ازاي هنغطي كل السورسز دي في الامتحان. وباذن الله السيشن دي هتنزل لكم يوم 8/2، وهنبدا ان شاء الله اول سيشن رسمي هتنزل في الكورس تنزل يوم الاربعاء الجاي باذن الله. والسيشنز دايما هتنزل يوم السبت ويوم الاربعاء، ده يبقى ميعاد السيشنز بتاعتنا، تنزل الساعه 8 بالليل باذن الله. وبس كده يا شباب، انا معاكم على الجروب ورقم هتلاقيه في الديسكربشن. اي حد عنده سؤال يقدر يبعت لنا، واي حد لسه عايز يشترك في الكورس يقدر يتواصل معايا، يلاقي رقم في الديسكربشن ويتواصل معانا في الكورس. واي حد اتفرج على الفيديو دوت هيبقى ليه برده نفس الخصم اللي كنا قايلين عليه 20%. هو الخصم خلص امبارح، مفيش مشكله، بدي لكم الخصم. اي حد اتفرج على المحاضره هنا ويبقى عايز الخصم يبعت لي بس ان هو عايز يشترك وياخد الخصم، هياخد الخصم من 20% ويلحق يخش مع زمايله ويلحقنا قبل اول سيشن رسمي هتنزل اللي هي يوم الاربعاء الجاي، اول سيشن في ساينس 1 او موديول ساينس 1. بس كده يا شباب، كان معاكم دكتور عبد الرحمن اليمني، واتمنى ليكم التوفيق وان انتم كلكم تجيبوا الدرجات اللي انتم بتحلموا بيها، واكون معاكم دايما. اي حد عنده اي سؤال يقدر يتواصل معايا. بس كده اشوفكم في المحاضره باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.